انا بتحس قد ايه التمرين افكتيف ولا لا من كم الوجع والبومب في التمرين. ده حقيقي. فلا البومب والوجع اللي انا حاسه لا يعني مش مختلف بلعب عن اللي ظهر. انا عايزك تديني فيدباك عن التمرين. انت ما اعرفش انت اول مره تتمرن بالاسلوب ده ولا لا؟ اصلا انت عارف الاسلوب اللي اتمرنا بيه ده جاينت سيت، سمعت أول عنه مرة. قبل كده؟ لا بصراحه ودي اول مره اجربه الموضوع بصراحه. في الاول وانت بتقول لي نعمل التمرينه ما تخيلتهاش طبعا، لقيتك اللي أنا عمال أعمله. بتخب في الاوزان ومش فاهم حاجه. ويبقى داخل بعشم بقى وحاطط اوزاني ده نفسي في تاني تمرين الموضوع بقى صعب. عايز اقول لك يمكن هنا بس مش العضلات الاساسيه بتتعب، ده انت كمان عندك العضلات المساعده بتشد عليك. العضلات المساعده زي الريست عندك فرقع منك اللي هو مش انا قادر الريست امسك، انا مش الريست عارف والبايسبس كنترول. الاثنين الفور ارم اصلا خلاص انا اكني لاعب تمرينه فور ارم بايسبس بريست بكل حاجه. شفت اللي هو بقعد اتريق بهزر مثلا، باجي امرن حد تمرينه قويه او كده بقعد اقول له انت شفت كتاب دمرها بتاع الدره؟ دي حاجه كده يعني لوكال والله. شويه، محليه شويه، ده عايز اقول بشخه. لك في تاني تمرينه انا حسيت يعني في الاول كنت حاسس الموضوع مجهد جدا، حاسس ان انا عايز افصل، بس الريزلت اللي شفتها في تاني تمرينه سخنت في ظهري. اتجننت. ايه ده؟ انت لو خدت بالك اصلا جوه أنا في كنتش اللوكر بتمرن. انت عايز تتمرن. انا كنت بتمرن والله يعني عارف انا بتحس قد ايه التمرين افكتيف ولا لا من كم الوجع والبومب في التمرين. ده حقيقي. فلا البومب والوجع اللي انا حاسه لا يعني مش مختلف بلعب عن اللي ظهر. انا كنت حسيته لا كنت قبل كده. بتتمرن بس سي مثلا انت كنت بتاخد 70% من كفاءة التمرين. اوكي. لا انا حاسس ان انا كنت واخد 95% 95% من كفاءة التمرين. ومثلا وأنا ما وصلتش للرقم ده قبل كده. عمري ما حسيت بالوجع انا بقول لك انا مش محتاج اصلا، انا مش حاسس بدراعاتي، انا ماشي اصلا was very very effective. البومب وال والالم اللي انا حاسه في كل عده وانا بلعب كل تمرينه يعني مثلا كنت عشان اوصل للليفل ده مثلا من التمرينه الثانيه او الثالثه ابتدي احس بقى بالبومب واللي هو الوجع. لا ده من اول تمرينه من اول أنا إن. لف من بالظبط. اول لفه انا ان خلاص. بص انت قلت لي برضو حاجه من شويه اللي هو كنت بتقول لي مثلا بس دي مش هينفع استمر عليها او كده، بالظبط. فخليني بقى اشرح لك هي اتعملت ليه والمين. اول حاجه هي الفكره كلها حتى مثلا اسمها جوينت سيت اللي هو يعني مجموعه عملاقه، مجموعه كبيره. فهي الفكره كلها لازم حد يكون اوريدي مثلا زيك انت بتقول لي 19 سنه بتمرن، اللي هو يعني متواصل بقى لي فتره طويله بحاول احافظ على السلسله ما بقطعهاش، سلسله الالتزام. فالفكره كلها ان العضلات وصلت لمرحله هي بقت في البيك، فخلاص انا عمال بتشقلب معاها عشان يعني عشان الاقي طريقه دلوقتي فعلا تستجيب بيها. التطور بتاعي وأحفزها. بقى طفيف بقى جدا. ابطا بالظبط. فهنا بقى بتستخدم تكنيكات زي كده صعبه بالمنظر دي. هي بالمناسبه اولد سكول جدا، هي مش جديده بس مش كل الناس تعرفها، مش كل الناس أنا بتعرف نفسي ما كنتش أعرفها. الخاصيه دي. من ضمن مميزاتها ان هي بتختصر معاك الوقت. يعني لو خدت بالك احنا اتمرنا حجم تدريبي كبير قوي، زوايا كتير قوي، دي حقيقة. مجموعات كتير قوي في نص وقت ساعة قد إيه؟ مثلا. وقت قليل جدا، دي وقت حقيقة. قليل جدا. يعني بتتمرن عضلات كبيره، عضلات رئيسيه. وشرط مهم جدا عشان تعرف تظبطها، لو خدت بالك احنا في نفس الاريا، انت بتتمرن الاربع مجموعات ما بتفصلش. جسمك مش لاحق يفصل. اللي اشتغل هنا انت بتلحق تكمل عليه هنا، اللي لسه عايش بتكمل عليه هنا، اللي ما خلاص بخلي الجسم بجبره انه يبدا يجند لي الياف جديده، موظفين جديده غير الموظفين اللي عندي اللي اتعودت على النوع ده من الشغل. فهمت. انه خلاص انا مثلا كجسمك عرفت الشغله دي، انت بتنقل الوزن من هنا توديه هنا، الوزن اخرك كذا، خلاص تمام. انا ممكن اوفر لك عدد عضلاتك موظفين الموجودة اقل متكيفة اللي هو مع حجم التمرين مع بالظبط، الفوليوم اللي بتاع هو التمرين ده. الماسل فايبرز لو اعتبرناها موظفين، فاللي هو خلاص انا ممكن اوفر لك موظفين قال بدل ما بستخدم في الشغل ده 10 موظفين انا ممكن استخدم 7 بس واقوم لك بنفس الكفاءه. فهو اوريدي فهمت. الجسم دايما بيفكر ان هو يوفر الطاقه، بيوفر الالياف اللي بتشتغل فيها. ولكن خليني اقول لك برضه هي ما تصلحش لاي حد. يعني هي مش بخلي مثلا حد مبتدئ معايا يتمرن تمرينه زي دي، مستحيل. ليه؟ لانه انت ممكن بمجهود اقل من كده اوصلك للنتيجه دي. لكن أيوة. بالنسبه لي مثلا انت حد قديم جدا وحد عندك خبره وحد اوريدي عضلاتك شقت، لا هتتمرن بالاسلوب ده وتتمرن بالتمرينه دي عشان هو ده اللي هينفع معاك. غير كده مش هينفع معاك. غير كده انا كاني بزغزغ عضلاتك، مش هيجيب أيوة معاها صح. حاجه. انا حاسس ان انا طول الوقت عايز ابص على ظهري، عايز ابص على يعني من البومب اللي انا المرعب شايفه. اللي انت عامله بالظبط. مثلا انت كواحد مبتدئ لو اتمرنت وجسمك اتعود على اساليب غشيمه زي دي، طب انت بعد 5 سنين او بعد هتعمل 10 إيه؟ سنين هتعمل ايه؟ جسمك هيكون خلاص يعني فاهم اتعود على ده. لما بشوف حد بيبقى اجريسيف قوي ولسه مبتدئ او كده بقول له يا ابني طب اهدى، لا ماشي موافق، دوس. انا ما بقولكش ان انت
خليك حنين في التمرين، بس مثلا هل انت بتعمل كارديو؟ هل انت ملتزم بالكارديو؟ هل انت بتعمل دايت؟ هل فتلاقي انه عامل منه حاجات كتير، ولا لا انا عايز اعمل بوش بول ليج، انا عايز اعمل يا ابني ما مش اي أيوة. حاجه وخلاص، مش اي حاجه. المهم في النهايه يعني اتبسطت جدا جدا جدا، ويعني اتمنى ان شاء وانا الله والله تمرينه نتمرن تمارين جامدة تاني مع بصراحه بعض. انا اتبسطت اكتر والله. حبيبي يا صاحبي، حبيبي يا تسلم. كابتن